بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا أحبابي؟ النهاردة هنعمل حاجة جديدة خالص. مش هنعمل رسم ولا هنعمل بقى إعادة تدوير حاجات كده فنية، وهنعمل تحفة إن شاء الله. تابعوني وشوفوها. طبعا معايا بودي حبيبي اهو، سلم على أصحابنا. معانا بودي حبيبي بيرسم عشان أوريكم الرسم بتاعه. الماتيريال اللي احنا هنحتاجه حتة سلك قديمة اهي، سلكتين قدام، وعلبة تونة، وشوية ورق كده. انا مش هقول لكم على الماتيريال، هقول لكم يعني كل ما اجي استخدم حاجه اقولها لكم. انا عملت ورق كده اهو، وهلزقه في العلبه بمسدس الشمع طبعا اهي. وهنقفلها بقى خالص، هنقفلها كده خالص. المية بتخلص منه وتحط واحد زيه ليه؟ يا سوسو، نعم مش قلم ده، عايزة. خلاص احنا لزقنا العلبه ولزقنا فوقها كام ورقه كده. جبت سلك قديم عندي اهو، قصيته الايدين، هقوم جايبه لفه كده. هسيب مثلا مسافه ايد، وهقوم لفه الايد التانيه كده اهو. بس ان شاء الله لازم يكونوا طول بعض. انا هقوم جايبه، بس هقوم لزقها كده الاول عشان ما تتحركش مني كل شويه. انا هقوم جايبه بقى ايه، عشان تبقى حلوة، تبقى مش جميلة وحلوة. عايزين بقى حاجة وحلوة عشان نقص بيها وحلوة بس. طبعا كل ده هنظبط كل الحاجات دي بعجينه السيراميك اولا، وثانيا بالمناديل اللي انا هلفها عليه. بس لازم اغلف السلك بالطريقه دي بحيث ان هو يبقى فيه يعني ايه سمك، ما يبقاش واخد مني حيز عجينه سيراميك قوي. وممكن اعملها بورق، بس انا بعملها بفويل علشان الفويل بيتطبع بايدنا. طبعا انتوا شايفين رسم عبد الرحمن حفيدي، هو قال لي لازم اوريه لكم. هو بيقول لي ان ده ولد وماسك بالونه، ازاي مش فاهمه. بس هو يعني ايه اهو، يعني هو عنده الموهبه ما شاء الله يعني اهو. رسم اهو، عنده الموهبه كده ان شاء الله وارثها، فان شاء الله يطلع منه حاجه باذن الله. وانا برضو ايه متابعاه. ايه قصة حلوة، القصة دي حلوة وحفادي. يا رب خليكوا ليا اصحابي اصحابي، يا رب خليكوا ليا وسطولكم. وسطولكم. شوف سمعت الكلام ده منين؟ وقول كمان اعملوا لتيتا ايه، سبسكرايب وايه ولايك، ولايكات كتير كتير خالص. عشان خاطر مين؟ عشان خاطر بودي. انا دلوقتي عملت خلاص الشكل، وعملت بليت انا كده مناديل ورق، قطعت مناديل ورق وعملت غيره. خففتها بشويه ميه، وهبدا الزق المناديل الورق. مش بصي عارف تعملها. شاطر، برافو عليك يا بودي. انتي مش تعرفي لا تعملها. لا، انت شاطر، انت شاطر خالص. انا بعرف اعمل حاجه، انت اللي شاطر. بتعرفي تعملي دي؟ لا، لا. انا هفضل بقى اغلفه بالمناديل الورق كلها، كله كده داير ما يدور.
شايفين؟ دي حلوة. هنسيبها بس تتهوى شويه اه. على بال ما هعمل الجزء التاني، وبعد كده هنركب عليها ايه، عليها يعني نحط عليها عجينه السيراميك. السلامي. هم ما نشفوش لسه يا حبايبي، لسه شويه، بس انا هشتغل عليهم وهم لسه ما نشفوش، علشان لسه هسيبهم بقى مرحله عجينه السيراميك لما تنشف. انا هعملها هي قاعده فوق حاجه يعني. انا خدت حته من دي وعملتها كوره، وعملت عليها بس عجينه سيراميك من فوق كده، يعني غلفتها بعجينه سيراميك وسبتها بقى ايه على بال ما هتنشف. قصة قصة التمرين عشان قصة البتاع. مع بيسي بسوسو. كده يا حبايب قلبي، انا هستنى بس لما تنشف وهاجي بقى ايه الونها معاكم. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي، الشكل خلص اهو نشف، وانا عملت شويه اسود اللي انا هحتاجه. هحتاج نحاسي وهحتاج ذهبي وهحتاج لون اسود، اللون ده او اللي هو السكيب العادي يعني. انا بس ايه جربت اللون كده وحطيت عليه معلقه ورنيش ودربته ودهنت بس القاعده اللي تحت، علشان على بال ما ادهن فوق تكون اللي تحت نشفت، اعرف ان انا ايه اعرف ان انا اقعدها كده. انا هدهن معاكم باللون الاسود اللي انا عملته اهو دربته. هدهن معاكم الشكل على بال ما اخلص خطوه تكون الخطوه الثانيه ايه بدات تنشف. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا حاطه على الاسود ورنيش. الورنيش ده بيديله صلابه وبيديله سماكه.